أعداء الإسلام يخافون من الإسلام وأهله، لا يخافون من أسلحتنا وعتادنا وعدتنا، لا والله، بل هم الذين يصنعونها ويبيعونها ويصنعون المضاد لها. إنهم يمتلكون ما لا يمتلكه المسلمون من الأسلحة المدمرة، من النووية والهيدروجينية، ويمتلكون الصواريخ عبر القارات إلى غير ذلك. إذن لما يخافون؟ لماذا يخافون من الإسلام؟ لأنهم مكتوب عندهم أن زوالهم وأن نهايتهم على أيدي عباد الله الصالحين. حتى بشر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنطق الحجر والشجر، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة الصحيحين: تقاتلون اليهود حتى يختبي اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم. في صحيح مسلم زيادة يا عبد الله. إذن المسلم عبد الله الذي يتحقق فيه الاستسلام والعبودية. يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلف، تعال فاقتله. وهم أصحاب مسكنة، إن تمكنوا جبارين معتدين عتاه قساة القلوب، ولكن إذا تمكن المسلم منهم كتبت عليهم الذلة والمسكنة. قوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهد ولا رحم ولا قرابة.